السلام عليكم، أهلا بيكم في جولة جديدة وفيديو جديد من جولاتنا. احنا فين؟ احنا في العتبة الرويعي، عند الفرشة المميزة من الفروشات اللي في الرويعي، اللي فيها الماركات اللي الناس بتطلبها مني على طول ان أنا اصور في الفرشة ديت. كان بيجيني تعليقات كتيرة عن العنوان ورقم التليفون، العنوان بالظبط في آخر الفيديو بالتفصيل، سايبه لكم في آخر الفيديو. أتمنى إن شاء الله الفيديو يعجبكم، وهنسمع الأسعار من صاحب المكان. بس يا ريت تشيروا الفيديو لحبايبكم عشان أكبر قدر يستفيد من الفيديو ومن جولاتنا. أحلى متابعين وأحلى اخوات، يلا بينا على الفيديو. بألواناتها 250. خامتها لطيفة ماشي، جدا. اوكي. في حاجات زي الكلاتشات ديت، ماركات منهم بينزل منها ال في بيربري ألوانات، بس دلوقتي بكام خلصانة دي؟ ب 200 جنيه الكلاتش 200 ده. جنيه اه اوكي. في حاجات زي ال في دي كده 350، جميلة دي. معاها دراع كروس ودراع شولدر. في منها ستايلات تانية، في المايكل كورس دي برضه بألواناتها، معاها دراع تاني كام دي؟ كروس 350. 350. في المايكل كورس الشنطة الكتف دي معاها برضه دراع كروس 350. في منها كذا لون كذا ستايل. تمام. في حاجات كتير، في حاجات زي الجوتشي دي برضو الكلاتش ده 350، في منه الوانات الشكل ده، في منه الشكل الديور برضو اه. بالواناته كلها 350. في حاجات زي الخامات دي كده كليبس مارو اه. مقسمه ب 450، 3 سيستا من ورا. بص، منها الوان واشكال برضو. في الماتيريال دي برضو منها نفس الكواليتي بتاعت دي ب 450. هي ظهر باك زي كده بلنسياجا مستورد، بيبدأ من 650 جنيه. ماركات الصغيرة دي الكتاكيت دي كلها. كام دي؟ أنهي واحدة ب 350؟ 350. في الديور البوكس دي 350 الصغيرة، كبيرة منها ب 450 معاها دراع تاني. تمام. حلوة دي 350. الكبيرة منها الكبيرة منها ب بكام؟ 450 معاها تمام. دراع كروس برضه. تمام. في حاجات زي كده الشغل السواري ده، منها ألوان وأشكال ب 450 معاها حزام تاني كروس. جميلة. جوتشي الكاجوال دي بحزامين برضه ب 450، بتيجي بالدست باج والعلبة كده. والستايل الشولدر ده برضه بألواناته ب 350 معاه حزام تاني. كام دي؟ دي برضه بألواناتها ب 350 ب 450 دي. في حاجات زي كده ترند ديت 750 جواها شنطة كروس. شكلها شيك أوي. شنطة جميلة جدا وخامتها تحفة، معاها الكلام دراع ده كام جوه دي؟ ب 450. خيرها بكام دي؟ ب 200 كلاتش. في الكوتشي دي 350 بألواناتها برضه بالدست باج والبوكس 450. اللي فيها سلسلة دي 350. دي برضه ب 450 جواها شنطة، في شنطة جواها تاني صغيرة. حاجات الجس دي ب 350 برضه. امال دي العبان دي بكام؟ ب 450. والال في دي ب 350. 150. حلو ال في دي. الستيلا دي برضه بألواناتها ب 350، في معاها حزام تاني. في ماركات زي كده ميو ميو مستورد، كل ده مستورد تقفيل بره ب 850 ماركات. في منها الموديل ده برضه ميو ميو جميل أوي الموديل 850 ده. برضه ماركات. لا، الشكل ده برضه في منها كذا ديزاين كذا ستايل ب 850 150. في حاجات الديور ديت 850، في منها الشكل ده برضه. دي ماركات. في الفندي دي ميرور 850 برضه. مفيش الاسود بتاع دي. اسود منها لا والله. في الجوتشي دي برضه 850. ميو ميو برضه 850 بألواناتها. في جوتشي الحقيقية دي 950، منها الستايل ده برضه. فين دي هيرمس برضه 850.
في فندي 650 برضه الدست باج والبوكس. في شانل برضه دست باج 550 وعلبة. حلوة شانل دي. 850 برضه معاه حزام تاني. في ستيلا ميرور زي كده ب 1350 دي حديدية. اوريها لنا دي بقى كده. في منها الصغيرة الصغيرة بكام؟ دي 1250، فرق 100 جنيه ما بين الصغيرة والكبيرة. في المحلات ب 3000 جنيه والله، حقيقية سيجنتش على البطانة من جوه مع دست باج ستيلا. في منها ألوان. ده الفضي منها. جميلة. شانل ميرور برضه 950 دست باج شانل. في الواي اس ال دي برضه الميرور 650 بالدست باج والعلبة. ماشي انا بس والله بقول لها كده عشان بس. في ده الكحلي من الستيلا. في الميرور ده اللون الكحلي. ميرور دي؟ دي حقيقية. دي المصري بتاعتها ب 350. بينزل منها الوان برضو اسود وبيج وكافيه. ايوه دي شرب انا فوق مصر. معانا كده الجولة يا حلوين. الشنط دي صراحة فرشة مميزة جدا، وصاحب الفرشة صراحة ذوق جدا. لو ان شاء الله تتعاملوا معاه ويعني تبقوا مرتاحين في المعاملة وتتعاملوا معاه تاني وتالت، لان في ناس بتتعامل معاه من فترة كبيرة وبقابلها يعني قابلت حد هناك بتتعامل معاه من فترة كبيرة. قالت لي الشنط دي جميلة جدا وعن ثقة انا باخدها. قلت انا عارفة ان الشنط دي جميلة جدا، لان انا كنت بجيب من فرشة زيها بالظبط. الشنطة يعني بتستحمل كتير جدا. مش بقول كده عشان انا بصور، لا، انتوا هتشتروا من عنده وهتشوفوا الخامات. الخامات بتقعد كتير جدا، يعني الخامة بتقعد. الشنطة حتى يعني ممكن تدوب وما فيهاش فيها اي حاجة خالص. ممكن بس مع الاستعمال كام سنة السوستة مثلا من السوسة تتعمل شوية بس. لكن هي بتبقى زي ما هي. عن تجربة كنت بجيب من الشنط دي من فروشات تانية، لأن ما كنتش أعرف الفرشة ديّة صراحة إلا لمّا ابتديت أصوّر فيها ليكم وكده. فإن شاء الله الشنط تعجبكم، وإن شاء الله هاصوّر لكم فيديو إن شاء الله ينزل لكم قبل رمضان، في رمضان إن شاء الله بإذن الله. هاصوّر لكم تاني وتالت عنده إن شاء الله. إن أنا باحب أصوّر في الفرشة دي أصلًا. فإن شاء الله إن الفيديو يكون نال إعجابكم وتكونوا سعدتوا بالجولة، وأكون ضيفة خفيفة عليكم، ما أكونش يعني أكون تقيلة عليكم وكده. باجيب كل الأسعار في القناة وكده، على أساس كل واحد يختار اللي يناسبه من الأسعار، ويبقى القناة متنوعة بالجولات. وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم وأجيب لكم جولات أكتر وأكتر. بس يا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك حبايبنا، علشان صراحة التفاعل مش زي الأول. أنا مش متعودة منكم على كده، متعودة منكم على التفاعل. أتمنى أي حد يشوف الفيديو تشيروه لحبايبكم، علشان أكبر قدر يستفيد من جولاتنا. والناس تستفيد يعني كتير إن شاء الله. إن شاء الله هنكون متنوعين كمان. هنزل لكم فيديوهات إن شاء الله في رمضان. وبعد رمضان برضه هصور لكم في أماكن جديدة إن شاء الله. أتمنى الاشتراك واللايك في القناة. وأهلا بالناس الجديدة اللي انضمت لينا، أهلا بيكم في قناتكم. وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. الشنط صراحة الفرشة ديت نرجع تاني للشنط، معلش طولت عليكم. نرجع تاني للشنط. الشنط زي ما انتوا شايفين كده الشنط شيك جدا. يعني حتى لو الواحد هيدفع فيها فلوس أكتر. وهنا بقى العنوان
فهياخد حاجة كويسة. هنا العنوان أهو جراج العتبة وسنترال العتبة، في هتعدوا الاتجاه التاني في بتاع عطور أهو، المحل كبير أهوت. ده الممر، هتمشوا الممر ده للآخر، هنفضل ماشيين مع بعض في الممر دوت. أنا صورت لكم برضو المكان في فيديوهات قبل كده سابقة، لو ترجعوا لها هتلاقوا المكان برضو اهوت، لأن ده أقرب مكان للفرشة ديت. يعني أنا ما بغيرش المكان دوت عشان هو أقرب مكان. تروحوا للفرشة بالظبط من غير ما تسألوا أي حد. اهو محل الهدوم، أول الناصية بتاعت الفروشات، اهي فروشات جنب بعضيها. هتمشوا بقى تلاقوا الحمد، وزي ما انتوا شفتوا كده العنوان معايا، العنوان ما يتوهش. جراج العتبة او سنترال العتبة، هتعدوا الاتجاه التاني هتلاقوا محل بتاع العطور دوت اللي في الاول الممر الكبير زي ما انتوا شفتوا كده موضح في الفيديو. هتمشوا في الممر ده للاخر، هتكسروا يمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. هتمشي شوية عند شركة الحمد، هي الفرشة يعني قدام شركة الحمد على طول. الفرشة ما تتوهش. اسمه بازلت. الشاب اللي هو بيصور دوت اسمه بازلت. معاملته كويسة جدا، وإن شاء الله ترتاحوا في المعاملة. وأنا مش بجيب لكم أي ناس أو كده، لا أنا بجيب لكم الفروشات أو المكاتب أو أي حاجة بصور فيها، بحاول أجيب الناس الكويسة على أساس إن انتوا ترتاحوا في المعاملة. والشنط ديت بتتباع بالبوكس وبالأوراق. يعني في شنط ليها ميرور، وفي ماركات تانية بالبوكس وبالأوراق. زي ما قال لكم كده موضح في الفيديو. الشنط دي زي ما انتوا شايفين كده، دي شنط جميلة جدا.